صباح الفل على حضراتكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. يوم جديد من ايامنا في اسكندريه وايام متابعتنا لاحداث اسكندريه. النهارده بقى يا جماعه عايز اقول لحضراتكم يعني ايه الفيديو ده. بكل صراحه انا عامله لان حرفيا وفعليا تقدر تقول في اهمال في الارواح بجد. يعني انا بستغرب الناس دي بتعمل كده في نفسها. الوضع حرفيا صعب جدا جدا. ولكن قبل ما نتكلم في اي تفاصيل، تعزينا طبعا لاسره ضحايا حادث الشاطبي. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا في الايام اللي فاتت، كان عندنا حادثه صعبه جدا جدا على كورنيش اسكندريه وبالتحديد في منطقه الشاطبي. عرفنا تفاصيل طبعا الحادث كلنا وتابعنا. وكمان خليني اقول لحضراتكم ان تقريبا في نفس اليوم او تاني يوم كان عندنا برضو حادث صعب جدا جدا. توك توك صدم سيدة على محور المحمودية وبالتحديد عند الإشارة اللي موجودة بعد منطقة كوبري الناموس. شفتوا بقى اللقطة اللي أنا وريتها لكم دي دلوقتي؟ دي كده يا جماعة عينة من اللي بيحصل على محور المحمودية. فالنهاردة جاي أوري حضراتكم بعض اللقطات تقدروا تقولوا اللقطات دي تضحية بالنفس. الناس دي بجد بتضحي بنفسها. يعني احنا شفنا شكل العبور العشوائي. تخيلوا بقى ان العربية اللي انا راكبها دي ملحقش يلم نفسه في السرعة، ملحقش يملك العربية، على الرغم اننا بصوا انا بصور لحضراتكم من اعلى كوبري مشاة زي ما احنا بنشوف اهو مع بعض في الصورة. دي احد كباري المشاة اللي موجودة على محور المحمودية، ولكن ولا حياة لمن تنادي. وصلنا لمرحلة ان اسرة كاملة بتتكون من 9 افراد تيجي عربية تصدمهم وتخبطهم بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. فالنهارده رجاء من حضراتكم بقى اسمعوا معايا الفيديو للنهاية، لان الفيديو فيه احداث مهمة. وهوري حضراتكم بصوا عبور عشوائي، هوري حضراتكم بعض اللقطات الخاصة بالعبور العشوائي. اتمنى صوتنا يوصل، اتمنى بقى ان حضراتكم تستجيبوا للفيديو المهم جدا جدا ده. زي ما احنا شايفين يعني بصوا اللقطه يا جماعه، انا بصور لكم والله ما مرتب لكميه العبور العشوائي اللي هتحصل اثناء الفيديو. قناتي مش بس عاملها عشان اتابع معاكم مشروعات او اتابع معاكم شواطئ والكلام ده، ولكن لما يكون عندنا حدث مهم في اسكندريه بحجم الحادث المؤلم، الحادث الصعب جدا جدا اللي حصل، لازم ننزل ونصور ونتابع مع حضراتكم برضو عشان تكونوا على درايه كامله. عايز اقول لكم ان حرفيا الاف الضحايا بتضيع يوميا بسبب الحوادث. بصوا اهو شايفين اللي بيعدي يجري ده، والمشروع جاي التويوتا السقف العالي جايه بتجري بالسرعه الكبيره جدا جدا اللي احنا شفناها. تخيلوا بقى لا قدر الله العربيه دي خبطته، مين بقى هيبقى الغلطان؟ هل اللي عدى بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي هو اللي غلطان، ولا هل سواق العربيه اللي غلطان؟ انا واحد من الناس هقول لك سواق العربيه ما عليهوش اي غلط تماما، لان الراجل ماشي في سكته. بصوا يعني اهو بصوا اللقطه بقى دي، بصوا اللي بيحصل قدام حضراتكم دلوقتي. سيده وراجل كبير في السن بيعدوا، بصوا المشروع جاي بيجري ازاي. فلا قدر الله ما بنفتكرش الكباري وما بنفتكرش اللقطه اللي احنا واقفين عليها دلوقتي دي غير في حاله الحوادث فقط لا غير. بصوا خلينا كده نعدي الناحيه الثانيه عشان اوري حضراتكم. ادي كوبري مشاة تاني، يعني احنا واقفين على كوبري، في كوبري تاني بعدينا، في كوبري تاني قدامنا حواريه برضو لحضراتكم. كل دي كباري مشاة، ولكن اهو كوبري تاني كبير جدا جدا موجود. هتقول لي بقى صعوبه في طلوع السلم، هتقول لي مش عارف ايه. هقول لحضرتك شباب صغيره بتعدي، يعني احنا هنقول مثلا كبار السن، لا ده شباب صغيره كمان. واكتر اللي بيعدوا العبور العشوائي بالطريقه اللي احنا بنشوفها شباب وصغيرين في السن. كباري مشاة اهو بصوا، يعني مفيش اي حجه، كل دي كباري مشاة. بصوا يا جماعه كوبري مشاة هناك اهو الناحيه الثانيه قدام حضراتكم كمان. ولكن بقى طبيعتنا اننا بنستسهل طبعا اي حاجه. يعني احنا بصوا نضحي بعمرنا عادي ونعدي العبور العشوائي ده، ولا اننا نطلع كباري المشاة. بصوا كوبري كمان اهو قدام حضراتكم. فالوضع فعليا صعب جدا جدا، وحرفيا الفيديو كان مؤسف جدا جدا لكل اللي شافه. اسره طبعا مكونه من 9 افراد. الاسره كانت جايه ناس عادي جدا جدا، جايين يقضوا صيف جميل في اسكندريه، جايين يتبسطوا. ولكن طبعا القدر كان ليه اختيار تاني. حاجه يعني مؤسفه جدا جدا. الناس جايه تصيف طبعا زي ما احنا عرفنا، قعدوا على سور الكورنيش زي ما الراجل قال لهم اللي هو صاحب الشقه. بصوا طبعا انا جايب لكم لقطات، يعني لقطات صعبه جدا جدا من اكتر من مكان. فبصوا يعني انا بسيب الحكم لحضراتكم في النهايه، انتوا اللي هتحكموا وانتوا اللي هتقولوا اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط. فزي ما بقول لحضراتكم بقى صاحب الشقه قال لهم اقعدوا. بصوا حتى المكنه بتعدي عكس اتجاه، لا حول ولا قوه الا بالله. قال لهم اقعدوا يا جماعه بل ما افضلكم الشقه. الناس قعدوا شويه على الكورنيش، ثم بعد كده طبعا معديين بيعدوا عشان يستلموا الشقه بتاعتهم. حصل اللي حصل وربنا كان ليه اراده بقى وحكمه في اللي حصل.
طبعا سواق المشروع ماشي في طريقه ملتزم بالطريق، ماشي بقى الله اعلم السرعه كانت كام. طبعا الموضوع كله في جهات التحقيق، لا انا ولا انت ولا اي حد فينا هيقدر يحكم ولا هيقول مين المخطئ، ولكن السواق ماشي في طريقه فجأة طلعت له أسرة كاملة واقفين قدامه. فطبعا كان قدر ربنا فوق كل شيء، واللي حصل حصل وكلنا شفنا. طبعا أسرة مكونة من 9 أفراد، اللي عرفناه إن في حالتين وفاة دول تم تأكيدهم، الأسرة من القاهرة، حالتين وفاة بالفعل تم تأكيدهم. وبيقولوا بقى إن في كمان الإصابات فيها حالات صعبة جدا جدا قد تحتاج تدخل جراحي، فالوضع صعب جدا. انا في ناس بقى كتير بتكلمني بتقول لي لو الناس دي كانت من اسكندريه ده ما كانش حصل، الناس عشان غريبه مش عارفين. بصوا كوبري مشاة تاني انا اهو بصور لحضراتكم من عليه دلوقتي. بصوا هو في الاول وفي الاخر الموضوع ما هو الا قدر، هو ربنا اراد وكل حاجه مكتوبه. ربنا اراد ان اللي مات دي تكون ساعته، وده يكون طبعا ساعته او دقايقه الاخيره على وجه الحياه، ولكن طبعا الله قدر الله وما شاء فعل. كل اللي احنا يعني بناخده من الموضوع ان ده موعظه. لو حضرتك بقى من اسكندريه او مش من اسكندريه، في كباري مشاة كتير جدا جدا موجوده عندنا على محور المحموديه. بالنسبه للكورنيش عندنا اشارات، عندنا انفاق، صورت كتير جدا جدا لحضراتكم الانفاق ووريتكم تقريبا التفاصيل في كل مكان. فرجاء من حضراتكم يا رب يا رب يكون في التزام في الايام اللي جايه. بصوا يا جماعه ده شكل العبور على محور المحموديه. طب حضرتك بتعدي معاكي طفل لا قدر الله، بصوا يعني ست كبيره وتعدي بالشكل ده وتجري بالطريقه دي، طيب انت مش خايفه على عمرك؟ يعني حضرتك هنقول مثلا مثال بسيط، حضرتك مش خايفه على عمرك، مش خايفه على يعني الطفل اللي معاكي؟ بكل صراحه انا يعني مش ببقى عارف اقول ايه. كل اللي انا عايز اقوله ان احنا يا جماعه اللي بنعمل كده في نفسنا، احنا ما بنلتزمش خالص، مفيش اي التزام مننا ولا بكباري المشاة ولا بالانفاق ولا باي حاجه خالص. الناس طبيعتها بتستسهل، ولكن لا قدر الله في حاله بقى حدوث الحوادث نفتكر بقى ونلاقي الناس كلها عماله تنزل لك وتقول لك انفاق ومش انفاق وكباري وطرق وعندنا 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 واحنا اللي مش ملتزمين. ولكن انا عايز اقول لحضراتكم ان الحادثه لما حصلت كانت على بعد خطوات قليله جدا جدا من الاشاره، وكان بعديهم كمان موجود نفق. اما بقى بالنسبه للحادثه الصعبه جدا جدا وبرده كان مشهد مؤسف جدا، حادثه حجر او حادثه اللي هي ما بين الحجر وما بين كوبري الناموس عند الاشاره الجديده. التوك توك كسر الاشاره حرفيا، ده فيديو طبعا منتشر وكلنا اكيد تابعناه. سيده، عايز اقول لكم طبعا انا لحد الان مش عارف حاله السيده ولا حد يعني اعلن رسميا مين السيده اللي حصل لها الحادثه دي، فربنا يلطف بيها بقى لو كانت حيه، لو توفت بقى محدش فينا يعرف لحد الان. برضو ايه ان شاء الله تكون بخير بقى، لان بجد برضو المشهد كان مؤسف جدا جدا. رجاء من حضراتكم في الايام القادمه بالله عليكم التزموا بالاشارات، بالله عليكم التزموا بعبور المشاة من الاماكن المخصصه. بلاش يا جماعه اللي انتوا بتعملوه في نفسكم، حرفيا الوضع صعب جدا جدا. حالات الوفاه بسبب الحوادث اصبحت كتير جدا، محور المحموديه ده شاف طبعا حالات وفاه كتير جدا، كمان الكورنيش. فربنا يسلمنا ويسلم حضراتكم جميعا يا رب. ما كنتش طولت عليكم، ويا رب نكون قادرين نتابع معاكم الاحداث اول باول، ما نكونش بقى بننسى اي حاجه ما بنتابعهاش. دمتم في حفظ الله وامانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.